السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة هنتكلم عن رمز مهم في الرؤى واللي له معاني كتيرة بصراحة، يعني كله رموز، وهو رؤية الرأس في المنام. الرأس في المنام فهي رئيس الإنسان، يعني ترمز إلى رئيس الإنسان في العمل أو في الشغل بتاعه، وهي رأس مال الرجل وجده. فمن رأى رأسه أكبر وأعظم مما كانت فهي زيادة شرف له ورفعة، ومن رأى أن رأسه أصغر مما كانت نقص شرفه ونقص في المكانة. ومن رأى أنه له رأسين أو 3 فده بيدل على نصرة له على الأعداء. ومن كان فقيرا ورأى نفس الرؤية فبتدل على الغنى. طيب لو كان غني وشاف نفس الرؤية، يعني لو شاف له رأسين أو 3 فبتدل الرؤية على إنه سوف يرزق أولاد، ويكونوا الأولاد دولت ضارين به. وإذا كان شاب أعزب وشاف نفس الرؤية، يعني إنه هو له رأس أو رأسين، فسوف يتزوج وينال ما يتمنى من الخير. وإذا رأى تاجر هذه الرؤية وكان قادم على تجارة سيرزق الأموال الكثيرة وينال رزقا لا حصر له ولا عدد، يعني تجارته رابحة. والرأس المنكوس في المنام، وإذا رأى تاجر رأسه منكوسا إلى الأرض، يعني بيبص إلى الأرض كده موطي راسه، فده معناه خسارة في تجارته، والله أعلى وأعلم. أما من رأى نفسه منكوس الرأس في ملأ فبتدل الرؤية على إنه ارتكب خطيئة وتاب منها وندم عليها. وأحيانا تدل نفس الرؤية على طول العمر، وقوله تعالى في سورة ياسين: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. والرأس المقلوبة في المنام بتدل على تعطيل في بعض الأمور، يعني لو شاف الرؤية إنسان وكان على سفر أو كان عايز يسافر، فبتدل على وجود مانع للسفر أو تعطيل، والله أعلى وأعلم. ومن خلال تجربتي مع الرأس المقلوبة في المنام، فهي بتدل على وقوع ابتلاء أو أمر عظيم والعياذ بالله. ربنا يحميكم ويسلمكم يا رب. ومن رأى رأسه رأس طير فهو كثير السفر، وإن رأى رأسه مدهونا كريم أو زيوت وريحتها حلوة وطيبة وجميلة، فده اجتهاده وجده والسيرة الحسنة. أما رؤية أكل الرأس في المنام أو رؤية أكل رأس إنسان نية، فده بيدل على إيه؟ فبتدل الرؤية على اغتياب الرائي لمن هو أعلى منه شأنا، يعني رئيسه في العمل أو من يرأسه في العمل. وبتدل على حصوله على أموال كثيرة من بعض الرؤساء، والله أعلم. حبايبي، في رموز تانية للرأس في المنام، لو حابين نتكلم عليها أو نتكلم فيها، أو عندك حلم أو حاجة تخص الرأس في المنام اكتب، أو تكونوا استفدتوا من التفسير اكتبولي في التعليقات لو حلمتم قبل كده بالرأس في المنام، وأي تفاصيل كانت في الحلم، وهفسرها ليكم في الفيديو القادم إن شاء الله. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.